أحكي لكم قصة المرأة التي كانت سببا في خسف قارون. المرأة التي كانت سببا في خسف قارون وأراد فضحها وأراد منها أن تكيد نبي الله موسى عليه السلام. هذه هي المرأة تعتبر من ذرية ظاهرة من آل عمران أو من آل نوح. أهم شيء إن فيها نور وبصيرة. دعاها قارون وقال له وأعطى لها ذهبا وقال لها الخبر على أنك إيش يعني سأعطيك وزنك من الذهب أو ما شئت لكي تفعلي كمين بموسى، إما أن تسحبيه وتكيديه أو لأنه يعتبر من أقارب موسى، يعني من نفس الأسرة. قالت تمام تمام. أو أهم شيء أنه أراد ارتكاب الفاحشة معها. قالت لا ما يصبرش ترتكب الفاحشة معك وأكيد موسى وبعد تطلع عليك الإدانة قال خلاص مع أحد الجنود لا شيء. قالت ما يصبرش أنت الآن بقى يعني تريد أن تشوك سمعتي بطريقتي أنا أكيده بطريقتي. قال تمام تصرفي. ذهبت إلى موسى هذه المرأة وأخبرت نبي الله موسى بكل شيء. نور عندها نور. ماذا عمل نبي الله موسى؟ عمل على زواجها سريا، زواج شرعي سريا. تمام. عمل على زواجها سريا وأملك لها باستخدام شرع الله، فحملت إلى أن أصبح الجني ظاهرا. ثم ذهبت إلى قارون فقالت ها هو الآن حملي واضح. ادعوهم، ادعو أصحاب مصر كلهم يلا الآن وقت الحق. أنا موسى هذا يدعي النبوة وهو. فلما دعا أهل مصر كامل وسحب هذه المرأة حضر موسى وجمعهم فقال أيها الناس إن هذا الرجل يدعي النبوة ولكنه يرتكب الفواحش مع النساء، فليس من سلالة الأنبياء والرسل أن يستخدموا الزنا، وهذا معروف واضح لدى الجميع. وأي رجل يرتكب الزنا فلن يكون بنبي أو رسول. وهذه المرأة تشاهد على ذلك. وهذه المرأة الخبيثة التي لطخت سمعة أهلها كيف لها أن تبيع شرفها بالمعنى العامي؟ فيجب التخلص من هذه المرأة وموسى وقتلهم. فظهرت البينة فدعا الشهود موسى وقالت خسئت أيها الكلب، لست حاملا ولست مرتكب الفاحشة وإنما زواجي شرعي وهذا الشهود وهذا زوجي وموسى شاهد على ذلك، بل شاهد على ذلك علماء وناس شاهدين على ذلك. فأنت استخدمت فلانة وفلانة 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 وأنت من كنت ترتكب النساء. ثم ظهرنا النساء كامل وقالت أنت تسلطت علينا وأنت 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 من كنت تدفع لنا أموالا لمؤاذاة موسى وأهله وتريدنا أن نكيد به، وأنت من كنت تدفع لنا أموالا نفسد الشباب، وأنت 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 وأنت. فحر يعني موسى نبي الله موسى فعل كرت أسود لقارون، وأصبحت النساء يشهدن على ذلك.
تمام. وأصبحت النساء يشهدن على ذلك. ثم أتى أمر الله من أرحم الراحمين، يقال على أنه أتى أمر الله فقال يا موسى لقد أعطيت الأمر للأرض فأمر بما شئت. فأمر بما شئت. فأمر موسى، يعني الخلاصة على أنه إيش؟ خسف الله بداره، وكان كل يوم تأكل جزء من داره الأرض تبتلع، وهكذا. وكانت عبرة لمن كان يستخدم النساء، وكان فرعون شاهد على ذلك. ومن هذه اللحظة تراجع فرعون عن استحياء النساء وخاف من أن يفضحن. ولكن فرعون خطير، فرعون خطير، كان يتسلط عليهم بالسحر، كان يجعل غيره، ما كان شيء، كان يجعل غيره من الحشم والعبيد يرتكبوا الفواحش مع النساء. لذلك موسى فرعون يعني ايش اقول لك، اتجه نحو السحر، فعل كمين لنبي الله موسى يريد ان يفضحه، اتى عن طريق السحر مثل ما فضح قارون. موسى خاف، فرعون خاف، فرعون خاف من موسى ان يفضحه، ويعرف انه متسلط على النساء. هو عارف، موسى عارف على ان فرعون متسلط على النساء بالسحر، ولكن قدر كل حانب خلاص، قد معظمهم وقاعدين في الفاحشه، ما بش يقول لك جايزين من جيز النساء، لانه شرعا كلامه ما كلام سيره جيب، هذا ما بش، هذا مستور. المهم ارتكاب الفاحشه، الميل في المكحله، هذا هو اهم شيء، اهم شيء الميل في المكحله والشهود. اما كلامه ما كلام يرقدوا بلا سراويل يرقدوا ذي، ما خلاص تراجعوا على الفاحشه، ارحم الراحمين استرهم. وصلوا من هذه اللحظه عندما فعل نبي الله موسى كمين لقارون عن طريق امرأة صالحة، اتجه نحو السحر والمباهاة، اتجه نحو ايش؟ السحر، نحو العلم. عرف على ان موسى مشو بسيط، عندها خاف فرعون على ان تكون هناك امرأة تخدعه يتواصل بها قديم مع موسى. ومن هناك كانت النساء المؤمنات يحتمين بنبي الله موسى، كان إذا حل بهن الضرر أو المضايقة يحتمين به ويخبرنه فيحميهن من شر فرعون والسحرة. يحميهن المؤمنات مؤمنات التي تريد أن تحافظ على شرفها، معروف كيف تفعل، معروف. عرف النبي الله موسى نبي وكان يحتمين به، يشكين أمرهن إليه. ومن هنا اتجه الكمين من فرعون، اتجه إلى سحر ومبالغة في السحر، أراد أن يحرق كرث نبي الله موسى، وحدث ما حدث. وأنا أقول لهم أي واحد يستخدم أعراض الناس ستخسر. الكمين الذي فعله نبي الله موسى هو والمرأة الصالحة كان سببا في خسف قارون ببيته. شوف على، وأنا أقول لهم دائما الأنبياء والرسل تتهم بالعرض، فهنيئا لك أيها المهدي عندما يأتي نصر الله. وهكذا المهدي يطارد من النساء من آل فرعون، يدفعون لهن ذهب وفلوس باهظة للإيقاع به، ولكنه عارف